ما تيجوا نصلي على النبي في الكومنتات يا ست البنات انتي وهي، وناخد الثواب مع بعضينا. وتعالوا نشوف احلى طاجن لحمه ضاني يا جماعه عملته. كان حكايه وروايه، والطعم ملوش مثيل. بجد كان تحفه. طالع بيبقبق من تحت النار كده هوت من الشوايه، حاجه كده اللهم بارك، تحفه. بجد كان في منتهى الجمال. جربيه على طريق الزوزو مش هتندمي، هيعجبك جدا وهتدعي لي دعوه حلوه من قلبك. ولكم بالمثل ان شاء الله. بصوا يا جماعه الطاجن بيتكلم عن نفسه. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف طريقه التحضير. نزلت بمعلقه سمنه بلدي بقى في في الطاسه بتاعتي او الجريل كده اهو يا جماعه. ومعاهم شويه زيت هحطهم. المعلقه وقعت، مش مشكله، بتحصل في احسن العائلات. نزلت بقى بالمعلقه الجميله السمنه البلدي دي، وانزلي عليها بس افكك السمنه من المعلقه كده اهو، عشان كنت حاطه السمنه في التلاجة. وانزلي عليها بحبه زيت، بقى سمنه وزيت. طيب وبعد كده يا زوزو هتعملي ايه؟ اتفرجي معايا يا قلبي زوزو وكملي الفيديو للاخر بالله عليكي. وما تنسينيش باللايك والشير علشان كلنا نستفاد من بعض. هنا هو حطيت حبه زيت مع معلقه السمنه البلدي. وانزلي بقى باللحمه الضاني يا جماعه كده هو. شوحيها، ارميها كلها كده اهو وشوحيها. وشمي الريحه وانتي بتشوحيها. احنا عارفين اللحمه الضاني اساسا ليها ريحه رائعه كده وهي بتتسلق او هي بتتشوي. وبرده وانتي بتشوحيها كده اتفرجي على ريحتها. تحفة تحفة تحفة، وتنفع بلحمة كندوس عادي يا جماعة. أي لحمة عندك اعمليها بالطريقة ديت هتعجبك جدا. الطاجن بصوا ملوش حل. فضلت أشوح اللحمة شمال ويمين لحد ما لونها اتغير كده أهو. وبعد كده يا زوزو هتعملي إيه؟ هنزل يا قلب زوزو ببصل جوليان وفلفل ألوان وارميهم عليها كده أهو. أهو يا ست البنات انتي وهي. يلا يا قمراء شايفاكي ناسية اللايك بتاعي. كيلو اللحمه تحطي قدام كيلو الا ربع بصل، وتقطعي بقى فلفل الوان، ما كانش عندي فلفل اصفر وعايزاه فلفل سبايسي معاه حطيها، ما فيش اي مشاكل. وقلبي لحد ما الخضار بتاعك ده يدبل كده اهو، واللحمه تتشوح وكله ياخد من طعم بعضه. وبعد كده يا ست البنات نيجي بقى نعمل ايه؟ تعالي يا قمرايه علشان تشمي الفحفحه. قطعه تومه حلوه كده اهوت اهي، وانزلي بيها من اللي انا كنت مفرزاه معاكم برضه. حاجه يا جماعه ما بتبقى جاهزه في الفريزر صدقوني بتسهل علينا كتير جدا. وخصوصا الناس اللي هي موظفه، او لو حتى انت قاعده ست البيت وكسلانه، هتقومي تلاقي حاجاتك في الفريزر تشدي وتعملي اكلك بسرعه. مش هياخد معاكي ثانيه الا ثانيه طالما حاجتك جاهزه. وهنا حته التومه بتتفكك، وبفضل اشوح برده شمال ويمين كده اهو. اهو لحد ما الخضار بتاعي دبل واللحمه بتاعتي اتشربت من الخضار اهو. وبعد كده بقى يا ست البنات هتعملي ايه؟ تعالي يا ست البنات نبتدي نبهر الايه اللحمه بتاعتنا الضاني ديت. كانت طعمها حكايه وروايه يا جماعه الطاجن ده. طيب بعد كده يا ست البنات ننزل بقى بحبه فلفل اسود كده اهو، وانزلي بحبه كزبره ناشفه، وهتنزلي بحبه ماجي وسبع بهارات اهو. مش اكتر ولا اقل، ما كتريش التوابل في اللحمه علشان تحسي بحته طعم اللحمه. وهتقلبي كل دوت. حطي بس معلقه الماجي اهو اللي انا بحطها كده يا جماعه. وقلبي بقى كل دوت كده اهو في قلب بعضه. وبعد كده تكوني مسخنه الفرن، والطاجن في قلب الفرن يكون سخن. لازم الطاجن يكون سخن، اوعي تحطي اللحم في قلب الطاجن بارد. لا لازم يبقى سخن مولع كده، وتروحي نازله باللحمه عليه. بعد كده هو خلاص بقى كل دوت خلص مع بعضه كده واتشرب. نزلت بيها في قلب الطاجن بتاعي اهو. واروح نازله بكبشتين شوربه ضاني يا جماعه، انا ما حطيتش ميه النوباجي. شايفين حتت اللي هي دي بقى كده، ورحت رميها عليها. بتوديها في مكان تاني، وبتودي الطعم في ايه، في مكان تاني. حاجه كده اللهم بارك في منتهى الجميل. وبعد كده يا قمرايه هكمر الطاجن بتاعي بالغطا بعد ما اخلص الشوربه بتاعتي كده اهو. بصوا هو بيتكلم عن نفسه بصراحه. وانزلي بيها في الفرن طبعا ولع معاكي درجة حرارة 180، وسيبيها تستوي. مش هتاخد معاكي بالظبط ساعة الا ربع، لان الطاجن مكمور واللحمة صغيرة. اللهم بارك هتبقى الطعم حكاية ورواية. وهنا بقى رحت مطلعة الطاجن من الفرن خلاص يا جماعة. وبصوا بقى الجمال اللهم بارك اللهم بارك، كان حكاية. كان ريحته جايبة لآخر الشارع، وكان طعمه تحفة. كان طعمه حلو جدا. بالله عليك ما تنسيني باللايك والشير. وجربي، والحياة تجارب وكلنا بنتعلم من بعض، ومش عيب ان احنا نتعلم. العيب ان احنا ما نفضل مش عارفين الحاجة. يلا يا ستي البنات لايك وشير للفيديو. لو جديدة معانا في القناة، فعلي زر الجرس عشان يجيلك من زوزو كل جديد يا قلبي زوزو. واترككم في رعاية الله وامانه.